منطقتنا أكيد حلوة، والأكيد أكتر إنه ناسها أحلى بكتير، ونحن بدورنا فتشنا على الجمال وعززناه وقدمنا للبنان للاغتراب للدول العربية ولكل السياح وجهة أكيدة وبتلمع مثل الذهب. اهدن وصغرتها وبنشعي وكل القضاء، مساحة للفرح للمعرفة، مساحة بيطير وبيحلق فيها طير الفينيق. من زمان كتير كانت عيننا على السياحة والثقافة، وبالعام 2004 بلشنا نمأسس الشغل بهيدا الاتجاه. أسسنا جمعية الميدان اللي فيها حلموا وحققوا طموحاتهم صبايانا وشبابنا. أسسنا الميدان وقت كان كل النشاط السياحي والثقافي متمركز بالعاصمة، فتحولت منطقتنا شوي شوي لعاصمة بيقصدها الجميع، بينبسطوا فيها وبيشوفوا وجه لبنان اللي منحبه وبيحبوه. جمعية الميدان اللي أسستها السيدة ريما سليمان فرنجية هي الجمعية الأم ل4 جمعيات أساسية وعشرات المبادرات. لما منقول مهرجان يعني إهدنيات اللي احتفل السنة بعيده ال20، وهو من أهم المهرجانات والمواعيد بلبنان، بل هو تجربة سياحية إهدنية كاملة وغنية. منقول الميدان لما منقول الجمعية الوطنية للتوحد والمركز الوحيد المختص بالشمال اللي بيحضن بكل حب أطفال من جبال لعكار. منقول الميدان لما منقول جرين كوميونيتي، بيئة وصحة وزراعة وتوعية وفرز من المصدر. منقول الميدان لما منقول الميلاد وكريسمس باي ذا ليك، زينة وفرحة ومواعيد ببحيرة بنشعي. منقول الميدان جمعية إهدنية انطلقت على كل لبنان، على الكورة وبشرة وطرابلس وعكار والبترون وجبال وبيروت والجنوب. وللميلاد محطة أساسية بشارع صغرتها، جمعية دنيانا اللي أسستها السيدة لين زيدان فرنجية، أعادت رونق الميلاد وسحر أيامه لقلب شارع صغرتها. ليلة عيد بشارع صغرتها ليلة من العمر بيجتمع فيها لبنان بصغاره وكباره، ألعاب، موسيقى، منتوجات محلية، حركة تسوق لافتة، والأهم أمنيات من القلب للأمان والطمأنينة. من نشاطنا الثقافي ما فينا ننسى المساهمة بالتعاون مع جمعية أجيال بأنه يكون لمنطقتنا فرع من فروع الكونسيرفاتوار الوطني. وعلى خريطة السياحة بلبنان لمنطقتنا عشرات المواقع اللي بيردوا الروح، من القلب على شمال وهوانا شمالي، تاريخ وإيمان وشهادة وقيادة وبطاركة وعلماء وشعراء وأدباء وقديسين. منطقتنا تستاهل تكون على الخريطة السياحية الثقافية والفنية والدينية والتراثية. بحيرة بنشعي اللي صارت من أهم الوجهات السياحية بشمال لبنان، جمال الموقع والطبيعة، عشرات المطاعم المتنوعة، فنادق ونشاطات فنية عمد عينك والنظر. جدارية الرسام العالمي صليب الدويهي على مدخل اهدن، ومن خلال فنانة الكبير الدويهي خلدنا الفن التشكيلي وخليناه بقلب منطقتنا. أما مبنى الكبرى فتحول لمساحة من الجمال الصافي تجمع الفنانين والمسقفين وأهل الفكر والألم بمناسبات كتيرة ما بتخلص. ولعيد السيدة ب15 آب نحن دايما جاهزين مع مبخرة الصلاة والمسبحة بين اهدن وصغرتها، أنشطة كتيرة نتمسك من خلالها بكل عاداتنا وتقاليدنا. وما فينا ننسى أنه اهدن شهدت حركة استثمارية غير مسبوقة، فاحتضنت أهم الفنادق والمطاعم وكتير من القطاعات الحيوية. اهدن حلوة الحلوات استقبلت ودايما بتستقبل اللبنانيين والمغتربين والسياح من الدول العربية وغيرها بالكلمة الحلوة، بالأهلة والسهلة، وأكيد بلقمتنا الطيبة اللي تحولت لعلامة فارقة بكل ما للكلمة من معنى. كل هيدا بفضل أهلنا المبادرين والسباقين، أهل الكرم والضيافة والنخوة والكلمة الحلوة اللي لعبوا دور أساسي بتعزيز حضور اهدن على خريطة لبنان السياحية. حركة اهدن السياحية هي نتيجة مباشرة للعمل الإنمائي والدعم البلدي والأمن والاستقرار وسياسة المردة المستمرة على مدى السنوات. كلنا للإنماء، هيك كنا وهيك رح نبقى.